بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وان شاء الله النهاردة معانا وصفة جديدة هتعجبك جدا جدا. قبل ما نخش على الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله معانا وصفة الحواوشي زي بتاعة الحاتي بالظبط واحلى كمان. يلا بينا نخش على الوصفة وعلى الطريقة، وبإذن الله هتعجبك وهتعتمديها بعد كده على طول بالتوابل وبالطريقة اللي انا هقولك عليها. ريحته كانت قلب الشقة عندي وكان حلو جدا جدا. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف التوابل بتاعتي اللي انا حطيتها اللي غيرت معايا موازين الحواوشي تماما. يلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة جبت نص كيلو من اللحمة، ولازم يكون في نسبة دهون علشان يبقى طعم الحواوشي كويس. نص كيلو اللحمة عليه نص كيلو بصل، انا بشرته في المبشرة وصفيته خالص من المية اللي فيه، وكمان قرنين من الفلفل الرومي كبار متقطعين. التوابل بتاعتي بقى من كل حاجه نص معلقه، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، نص معلقه كبابه صيني، نص معلقه بابريكا، نص معلقه توابل اللحمه، وكمان نص على طرف المعلقه كده قرفه مطحونه. هنزل بكل البصل بتاعي وهنزل بالفلفل والتوابل، ولسه في شويه توابل كمان هنحطهم معانا هيغيروا طعم الحواوشي جدا، وفي تكه كده بسيطه هنحطها هتفرق معاكي جدا جدا. يلا بينا. دلوقتي نزلت بالفلفل وهنزل بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي نص معلقه من كل حاجه: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كبابه صيني اللي هي القرفه، وكمان توابل اللحمه. ونزلت دلوقتي بمعلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من الكزبره، وهنزل كمان بمعلقتين صغيرين من الملح ممسوحين خالص زي ما انتم شايفين. هبدا اقلب بقى كل المكونات دي لحد ما تتجانس معايا خالص، عشان لازم تتجانس معايا كويس والعجينه تبقى معجونه كويس كده في ايدي. حاجتين هحطهم معاكم دلوقتي بس هيغيروا معايا الطعم جدا، اللي هو نص معلقه من السكر هتوازن معايا الطعم جدا ومش هتغير طعم الحواوشي خالص، وعلى طرف المعلقه كده شويه من البيكنج باودر. يلا بينا بقى نكمل عجن في اللحمه بتاعتنا او عجينه الحواوشي بتاعتنا، ونسيبها بقى نركنها كده في التلاجة شويه ترتاح مع نفسها، وكل اللحمه تاخد طعم التوابل لحد ما نظبط العيش بتاعنا وكمان نظبط السلطات. يلا بينا يلا بينا. انا بحب قوي العيش اللي هو الصغير في الحواوشي، ما بحبش اجيب العيش الكبير، بس برضو انت وذوقك. بس انا برتاح في الرغيف الصغير، بيبقى كمية اللحمة فيه كويسة والرغيف كده بيبقى حلو. انا نص كيلو لحمة عمل معايا 10 ترغيفة من اللي هو الصغيرين. انت وذوقك، عايزة تقللي قللي، يعني نص كيلو لحمة قلليه على 8 ترغيفة مثلا، عايزة تزودي زودي، بس انا كمية اللحمة كده مناسبة معايا جدا. خلصت كده تقطيع العيش بالمقص، وهرجع احطه في الكيس تاني لحد لما اخلص السلطات بتاعتي عشان ما ينشفش، ونرجع نحشيه ونشوف بقى الحواوشي بتاعنا هنعمل فيه ايه. دلوقتي هعمل معاكم سلطه الطحينه. سلطه الطحينه هعملها بطريقه سهله جدا جدا، وكمان مش بتاخد مني اي وقت ولا اي حاجه، يعني بحاجه بسيطه جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلي. هنزل كده بمعلقتين من الطحينه. انا بجيب طحينه سايبه وبسيبها كده في علبه في التلاجة، بستفاد منها كتير والله، وسعرها حلو على قد الايد وبتنفع في حاجات كتير. نزلت كده بمعلقتين من الطحينه، هنزل عليهم بنص ليمونه معصوره، وبعد كده هقلب فيها لحد ما تتقل وارجع اخفها تاني بالميه. ميه من الحنفيه، مش ميه مغليه ولا اي حاجه، ميه من الحنفيه. وتنزلي تدريجيا لحد ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه في الطحينه واحده واحده. وبعد كده هنزل بكمون وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، نقطتين خل، معلقه زيت صغيره، وكده الطحينه بتاعتي بقت تمام كده. القوام بتاعها حلو قوي. نزلت كده بشويه الكمون زي ما انا قلت لكم، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح، وهنزل بنقطتين خل ومعلقه صغيره من الزيت، وكده الطحينه بتاعتي بقت جاهزه على التقديم. هديها برضو تقليبه حلوه واشوفها لو كانت محتاجه ملح ولا لا، وبعد كده احطها في طبق التقديم بتاعي، وبألف هنا وشفا على قلب اللي هياكل يا رب. كده خلاص الطحينه بتاعتي تمام. يلا بقى نعمل السلطه الخضراء بتاعه المشويات بتاعتنا. احنا كلنا عارفين لما بنروح نشتري حواوشي من عند الحاتي بيدينا سلطه طحينه وسلطه مشويات. فيلا بينا دلوقتي نعمل السلطه اللي هي بتاعه المشويات بتاعتنا، السلطه الخضراء. جبت طماطم وبصل وفلفل وخيار. عندك بقدونس، البقدونس تحفه في طعم السلطه دي. عايزه تحطي بقدونس حطي، بس انا بصراحه ما كانش متوفر عندي بقدونس، فقلت يلا مش مشكله هنقضي باللي عندنا. تقطيعه السلطه دي كبيره، مش زي تقطيعه السلطه اللي احنا بنعملها السلطه الخضراء العاديه، لا السلطه بتاعه المشويات تقطيعها كبير شويه.
بدأت كده ان انا اقطع كل السلطة بتاعتي، توابلها كمون ملح خل، بس كمون ملح خل، وبيبقى طعمها تحفة جدا زي اللي انت بتشتريها من بره بالظبط، مفيش فيها اي اختلاف. بس الاختلاف ان انت عاملة الحاجة بايدك وعارفة وضامنة كل حاجة انت عاملاها ازاي، هو ده بس الاختلاف، انما الطعم مش هتلاقي اي طعم مختلف صدقيني في اي حاجة انا عملتها. هبدأ دلوقتي احط كمان على ربع كوباية مية كده واقلبها، واحطها بقى في التلاجة تنزل ميتها وتسقع، واشربي بقى احلى مية سلطة. كده السلطات بتاعتي خلصت، يلا بينا بقى نكمل الحواوشي بتاعنا. جبت كده للرغيف الحواوشي، وهبدا ان انا اخد اللحمه بقى بعد ما سبتها شويه في التلاجة ارتاحت. هبدا ان انا اخد كده حته كبيره من اللحمه كده على قد الرغيف، وهبدا بقى ان انا اساوي في كل الرغيف بتاعي الحواوشي زي ما انتم شايفين. هحط طبعا طبقات متوسطه، يعني الطبقه تبقى حلوه كده جوه الرغيف، وهبدا ان انا ادوس عليه عشان اتاكد ان اللحمه كلها بقت جوه الرغيف بتاعي زي ما انتم شايفين. هكمل بقى حشو العيش كله، وهنشوف شكل الحواوشي هيبقى عامل ايه بعد كده. لما بخلص حشو والطبقه بتاعتي بتبقى مظبوطه، وبفرد كده بالرغيف كله من جوه ومن بره، بقعد افرد كده، فكده الحواوشي بتاعي بيبقى تمام ومظبوط. شايفين شكل الحشو عامل ازاي؟ كده حلو جدا جدا، وريحه التوابل فيه كمان من قبل ما ادخله الفرن وريحتها حلوه جدا. هجيب بقى دلوقتي الصاجه بتاعه البوتاجاز، انا عندي البوتاجاز بتاعي 5 عيون، فالصاجه اللي هي الكبيره خدت ال10 ترغيفه. عندك زيت من اللي هو الزيت الرايق الحلو اللي ملوش ريحه كده، حطي منه، بس انا بصراحه ما كانش متوفر عندي في اليوم ده. برضو زيت من الحلو، كان عندي زيت تموين بس، وانا بحب احط زيت التموين هو اخره قليه بس، فانا قلت هجرب كده ان انا هجيب حته سمنه بلدي اسيحها مع معلقه سمنه من العاديه، وهدهن بها كده وش الحواوشي وظهر الحواوشي، واشوف السمنه فعلا هتغير طعم ولا لا. بس فعلا السمنه كانت مخليه طعمه كلمة تحفة دي قليلة. انا طول عمري لما بعمل الحواوشي بعمله بالزيت، يعني بحط شوية زيت واحط الحواوشي، بس فعلا معلقة السمنة البلدي مع معلقة السمنة العادية لما اتحطت على الحواوشي غيرت طعمه جدا، وهتشوفوا شكله كمان هيبقى عامل ازاي. شايفين شكله يفتح النفس فعلا. كانت اكله جامده وطري ومقرمش في نفس الوقت، عشان تاخدي يبقى طعم بتاع الحاتي او ريحه بتاعه الحاتي المشوي على الفحم. جبت حله كده وبدات ان انا ارص فيها كل الحواوشي بتاعي، وعملت فحمايه على النار، ونزلت بقى كده باي ماده دهنيه عندك. الدخانه دي كلها هتخلي الفحم اكيد تخلي الحواوشي اكنك جايباه من عند حاتي فعلا مشويات. وفي فراخ انا بعملها بنفس الطريقه، بعملها في الصينيه بس بعمل لها فحمايه وبعملها كده، تبقى برضو اكني جايباها من عند بتاع الحاتي فراخ مشويه. شايفين المنظر تحفة ويفتح النفس، يعني بصراحة كان طعمه حلو جدا جدا. اعمليه بالطريقة دي والله زي ما قلته لكم، انا قايله لكم خطوة خطوة وعملت فيه ايه بالظبط، والتوابل بتاعته تحفة تحفة تحفة. اتمنى ان انت تجربيه وان شاء الله هيعجبك، لانه فعلا سهل وبسيط وكان حلو جدا جدا، عجب ولادي كلوا وعجب جوزي، وكان طعمه حلو جدا جدا. اتمنى تجربوها، ولو عجبك الطريقة بتاعتي ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة، ولو انت محتاجة اي حاجة عرفيني وانا باذن الله هنزلها. هتوحشوني جدا 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 لحد الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.